هلو وقبل ما نبدأ يلا بينا نصلي على النبي في الكومنتات. وبيبدأ مسلسلنا مع شخصيات مرحة جدا، وأولهم جوزيف، وده بقى مصمم أزياء وبيكون عنده عرض أزياء خاص بيه، والتوتر بيكون معدي معاه ليفل الوحش. وبتروح المساعدة بتاعته تعرفه إن أن وصلت، فبيفرح بجنون وبيجري بسرعة عليها. أندي بقى بتكون رئيسة أكبر وكالة لعرض الأزياء في كوريا، وبيكون معاها مصممة الأزياء الشهيرة سيونج، واللي بيكون مش عاجبها التصاميم بتاعته، لكن أن بتحرجها وتقول لها إن التصاميم حلوة جدا وعجباها. وبتوصل في الوقت ده جيون اللي بتجري عليه أول ما بتشوفه، وبيفضلوا هما الاتنين يتنططوا من الفرحة. والموقف ده بيضايق أن جدا وبيخليها تمشي، لأنها كده ما احترمتش الناس اللي واقفة. وفجأة جيون بتلاقي فلاش جامد ضرب في عينيها، وبيظهر القمر والمين، وبيفضلوا يعندوا في بعض، وبيطلع انهم منفصلين من 3 سنين، وبيتعاملوا كأنهم أصحاب. وبيسألها هو أنا وحشتك ولا إيه؟ فبتفضل تلعب في العقد بتاعها وإنها خجولة وإنها ما عندهاش رد، بس هو بيفهم ردها من خجلها. وبيجي نامو اللي بيكون حبيبها، وبيتعرف على وان مين، وبيعرفه على نفسه على إنه حبيبها السابق، وإن هما دلوقتي أصحاب. وهي بتكون مصدومة منه وبتطلب من حبيبها إنهم يمشوا بسرعة، وبتفضل تغص فيه وهي ماشية. وبيبدأ العرض وبيكون ماشي كويس جدا وناجح. وبتخرج سيون، ودي بقى بتكون عارضة كوريا الأولى، وبتكون غاية في الجمال. وبيكون جوزيف بيهيئ نفسه علشان يطلع للناس، بس النور بيقطع في الوقت ده والعرض بيبوظ، وجوزيف بيجيله انهيار. وبيروحوا الأصحاب الأربعة بعد العرض يحتفلوا بنجاحه، وبيحاولوا يخرجوا جوزيف من اكتئاب، وبيفضلوا يرقصوا ويغنوا معاه. وتاني يوم جيون بتقابل حبيبها، وبيكون واضح عليه إن هو شخصية عاقلة جدا، وبتفضل تتكلم معاه عن الموضة والأزياء، بس بدون مقدمات. بيقطع كلامها وبيقول لها انهم مش لايقين على بعض، وانها ملهاش في قرايه الجرايد ولا المجلات، وحتى السياسة ما تعرفش عنها حاجة، وانه عايز واحدة تكون بتفهم في كل الحاجات دي. وبيسيبها وبيمشي وهي بتتجنن من الموقف، وبتمشي وبتنسي محفظتها، وبياخدها الويتر المبتسم. وتاني يوم المديرة إيوي بتكون في اجتماع مع سونج، وبتسألها لو في بينها وبين أن أي مشاكل، لأن هي اللي رافضة انها تسوق لها الأزياء. فبتطلب من جيون انها تروح تقابل أن وتحاول تقنعها انهم يدخلوا المسابقة. وسيون بيكون عندها عرض وبتكون داخله غرفه التجهيزات، فبتلاقي البنات بيتكلموا عنها، بس هي بتنفض لهم وبتعمل نفسها مش شايفاهم. وبالليل بيكون وقت العرض، والمصمم بيكون حبيبها وبيتكلم معاها بطريقه رخمه جدا، فبتتضايق وبتكون بتبكي. وهي راجعه بتسمع البنات وهم بيتكلموا عنها، فبتروح تتخانق معاهم، وبيمسكوا بعض من شعرهم، وكل واحده بتضرب التانية علقه سخنه. وحبيبها لما بيتكلم معاهم بيطلب من العارضه التانية انها تروح تظبط الميك اب ولبسها، وبيبعد سيون عن العرض بحجة ان وشها مجروح. فبتهزقه وبتعرفه ان المفروض كان يهتم بيها، وسأل هي كويسة ولا لا، مش يكون اهم حاجة عنده العرض بتاعه. وبتكون أن في جلسة تصوير، وبتدخل جيون تحط لها الخبز المفضل ليها، وبتسيب لها الكارت بتاعها جواها. وهي خارجة مساعدة أن بتطلب منها تجيب لها ورد علشان يستخدموه بدل الاكسسوارات، لانه مش عاجب أن، وهيحصل كارثة لو الموضوع ده ما اتحلش حالا. وفي الوقت ده بياخد وان من كيس الخبز وبيديهولها، واول ما بتفتحه بتلاقي جواه العقد بتاعها اللي بيكون ذكرى من والدتها. فلما بترجع بتشوفها ان وبتزعق لها انها دخلت الموقع من غير استئذان، وبتطردها، وبتبعت لوان من رسالة تعرفه انها لازم تقابل ان. بس وهي في الكافيه مستنياها بتلاقي ان العربية بتاعتها ماشية وهي جواها، فبترجع الموقع تتخانق معاه لانه ما عرفهاش، بس بيكون ما شافش اصلا الموبايل بتاعه. وبتروح المساعدة تديلها بوكيه الورد، وبتعرفها ان العقد بتاعها هو اللي انقذهم، وبيوري لها الصور بتلاقي انهم استخدموا العقد بتاعها في التصوير. وبتكون متأثرة قوي وقتها، وبياخدها صورة تخفيلة، وبيجي لها تليفون بتعرف منه ان ان وصت عليها وذكرت اسمها مخصوص، فبتكون في منتهى السعادة لان اسمها بدأ يتعرف. وبتجري على جوزيف وهي فرحانة، وبتكون لسه هتحكي لهم، فبتلاقي سيون وشها عليه غضب ربنا، وبيروحوا يشربوا سوا ويفضلوا يقنعوا فيها انها غلطانة وانها لازم تعتذر له. وبتوجه الكلام لوان مين وبتقول له انت ليه ما اعتذرتليش، وازاي قدرت تعمل فيا كده. وبيفتكر وقت فراقهم لما كانت بتسأله هو ازاي يوافق على طلب انفصالها، وان هي اللي كانت دايما بتاخد الخطوة الاولى علشان تقرب منه. فبيحاول يعتذر لها بس هي بترفضه، وبتقول له انت ليه عمرك ما عملت حاجة انا عايزاها. وبياخدوا قرار انهم يروحوا بيت حبيب سيون ويصالحوهم على بعض، بس وهي بتضرب الجرس بتسمع صوت بنت تانية معاه، فبتتحمق يوجين علشانها وبتفضل تشتم فيه. ولما مش بيسمعها بتكسر الازاز علشان يسمعها، وبتطلع البنت اللي معاه سونج واللي بتتصدم لما بتشوفها، فبياخدها اصحابها وبيمشوا بسرعه. وتاني يوم سيون بتتكلم مع وان مين وبتقوله باين على وشك انك لسه بتحب يونجي، فبيعرفها انها بتوحشه وانه بيحبها اكيد.
وانهم هم اصحاب احسن بالنسبه ليه، لانه كده مش هيشيل مسؤوليتها ولا هيحصل بينهم خلافات. ومع ذلك لما بيشوفها مع راجل تاني بيكون متضايق جدا وغيران عليها، بس هي بتحدفه باللي في ايديها وبتقول له انت جبان وانت هتكون راجل وتتحمل مسؤوليه حبك ليها، فبيجري وبيسيبها. وتاني يوم بتروح سانج الشغل عند اوي وبتفضل تضايق في يونجي وبيكون مش عاجبها ولا ستايل موجود، لحد ما اوي بتحاول انها ترشيها بهديه وبتخلي يونجي تكون المساعده بتاعتها وتسوق لها العربيه علشان ترضى عنها. وبيرن عليها المبتسم وبيعرفها ان المحفظه بتاعتها هو لقاها وانه مشتاق يقابلها بسرعه. وفي الاجتماع بتروح يونجي علشان تديها مفتاح العربيه، وهناك بتشوف حبيبها السابق نام وبتحاول انها تتدرى منه، بس من غبائها بتوقع العصير على سونج وبتعمل دوشه وهو بياخد باله منها. وان لما بتشوفها بتفتكرها وبتطردها للمره التانيه، وبيشوفوها وهي واقفه مع نام بتتكلم معاه. وبعد كده بتروح الشغل بتاعها وبتفضل تنسق في ستايل جديد وبتكون مركزة جدا فيه، وبتروح علشان تاخد بلوزة من على الستاند فبتلاقي العصابة ورا وبيخضوها وبيفضلوا معاها علشان يخففوا عنها توتر. وتاني يوم بتروح تقابل المبتسم وبيكون عارف عنها كل حاجة، وانها رئيسة علاقات العامة في شركة ازياء وانه معجب بيها، بس هي بتنفض لكلامه وبتسأله ارد لك الجميل ازاي، فبيعرفها انه كفاية تدفع له تمن الاكل بتاعه. وبتكون في موقع التصوير وبتعمل مشكلة مع البلوجر لأنها مش راضية تلبس الماركة بتاعتهم، فبتطردها بره موقع التصوير. ووقتها بيرن عليها والدها يعرفها إن جدتها مختفية، فبتروح بسرعة علشان تدور عليها، وبيكون ونمين بيساعدهم وكل واحد فيهم بيكون رايح يدور عليها في مكان. فأوي بترن عليها تزعق لها لأنها مشت وسابت الموقع، فبتضطر تروح تاني، بس قبل ما تمشي بياخد ونمين باله من السكارف بتاع جدتها اللي في رقبتها، ووقتها بياخده منها وبيعرف مكانها وبيروح بيلاقيها في المكان فعلا. وبيتصل على جيون يعرفها انه لقى جدتها وروحها البيت، وهي بتشكره على انه ساعدها. وبيكون رايح لها عند مكان شغلها ولسه هينده عليها، فبيلاقي نام بيطلع في وشه وهي بتقفل معاه وقتها، فبيمشي وهو حزين. ونام بيعرض عليها يوصلها بس هي بترفض، وبتعرفه انهم انفصلوا ومن الاحسن انه يروح يشوف واحدة تانية تناسبه يرتبط بيها. وبتروح الحانة تشرب وبتفقد توازنها وبيشوفها نام بالصدفة وبيكون هيوصلها، لكنه بيلاقي المبتسم في وشه وبيقول له ابعد ايدك عن حبيبتي. وبيجي لونمين عرض من الشغل انه يشتغل بدوام كلي افضل من الدوام الجزئي اللي هو فيه، وانه هيتعامل مع شخصيات مشهورة. وجيون بتحاول انها توافق اوي لان اخر سيشن تصوير باظ منهم والماركة سحبت منهم الشغل وانهم كده خسروا اهم عميل ليهم. فجيون بتقول لها ولا تزعلي، انا لازم اثبت لعالم الازياء ان احنا احسن شركة دعاية وتنظيم في السوق. وبتكون دبست نفسها. وبيكون في عرض الاهم الشخصيات في المجتمع، وفي واحدة من الشخصيات المهمة دي بتتخانق مع البنوتة دي وبتقول لها انا متأكدة انك على علاقة مع زوجي وده غير الهدايا الغالية اللي بتاخديها منه. وبتكون هتضربها فبتدافع سيون عنها على الرغم من ان البنت دي مش بتحبها وكمان بتتكلم عنها دايما. فالست بتكون مصممة وعايزة تضربها تاني، فبتنقذها منها وبتسيبها تقع على الارض وبتبص لها نظرة سخرية وبتمشي. وبتتكلم معاها وبتعرفها انها انقذتها علشان الشائعات هتنتشر عنها بسرعة، على الرغم من ان كل كلام اللي الست دي بتقوله كذب. وبتعلمها درس عمرها انها ما تصدقش اي كلام وخلاص. ووقتها بتكون بتعتذر لها بس سيون بتقول لها ما حصلش حاجة وبتمشي. والبنت التانية بتبدأ تحبها. وجوزيف بيعرف ونمين ان جيون بقى عندها حبيب جديد امور ودمه خفيف واحلى من اي واحد هي ارتبطت بيه، فبيغير عليها ونمين وبيشك نفسه بالدبوس. وفي الوقت اللي المساعدة بتروح تعرفه ان سونجا عايزة تقابله لانها محتاجة تاخد منه تصاميم كتيرة، وفعلا بتشتري تصاميم كتير جدا. وبيبدأ انه يحبها سنة وبيكونوا فرحانين لانهم باعوا من الكوليكشن السيء. وبتكون جيون مع ونمين على الغدا وبيتصل بها المبتسم وبيفضل يضحك فيها وهي بتكون مبسوطة على الآخر، وونمين بيكون هيفرقع من الغيظ. وبتعرفوا إن المبتسم بيطلب منها إن يكون يومهم الأول كحبيبين النهاردة، فبيتضايق أكتر وبيحط لها شطة في الأكل وبيمشي. وبتيجي سيون وبتحاول تفهمها إنهم بيحبوا بعض، بس هي بتعمل من بينها وبتفضل تاكل. وبيروحوا يقابلوا والدة جوزيف علشان توصي عليها الشركات التانية. وسيون بتقابل صديق ليها وبيفضلوا يتغزلوا في بعض حبة كده. وبيقابل ونمين المبتسم على أساس إن هو من الشخصيات المهمة، وده علشان يعملوا سيشن تصوير، بس بيلاقي إنه تافه جدا ومتكبر وبيفضل يتكلم معاه بأسلوب مهيع، فبيقرر إنه يسيبه وما يشتغلش معاه. لكن المبتسم بيجري وراه وبيفضل يتحايل عليه، فبيصعب عليه وبيبدأ يعمل له السيشن. وبعدها بيروحوا يشربوا قهوة سوا، وبيقول له أنا عارف إن إحنا الحلوين كده لازم علشان ناخد أول خطوة في حياتنا تكون صعبة.
وبيعرفوا ان هو لازم لما يلاقي نصه التاني يعترف لها بسرعة بحبه وفي وقت هي ما تكونش مدركاه. وبيبعت لهم جوزيف على الجروب بتاعهم انهم يخرجوا سوا، وبتكون جيون مش في المود اطلاقا، وبيكونوا بيتكلموا بيلاقوا وان مين بيغني وبيرقص وراهم على الدي جي، ووقتها مودهم بيتغير وبيكونوا مبسوطين. وبتروح تاني يوم الشغل بتلاقي انهم بيحتفلوا لان تم اختيارهم، وده بسبب نام حبيبها القديم اللي وصى عليهم. فبتروح تقابله وبتفضل تزعق معاه لان بسبب انه وصى عليهم وتم اختيار شركتهم كده كل جهودها هتروح في الارض، وانها دايما بتحب تفوز بمجهودها مش بالتوصيات، وانهم لو فازوا في المسابقه الناس هتقول ده علشان هم مرتبطين، ولو خسروا هيكون علشان انفصلوا. فبيقطع كلامها وبيقول لها وحشتيني، فبتتضايق وبتقوم وبتسيبه وبتروح تركب الملاهي وبتفتكر الوقت اللي كانت بتقضيه مع وان مين، وانهم لما كانوا مرتبطين لما كانت حزينه كان بياخدها الملاهي علشان تفرغ طاقتها. فبتكون مفتقده وان مين جدا، وفي الوقت ده بيتصل بيها وبيعرض عليها ياكلوا ايس كريم سوا، فبتوافق وبتروح تقابله وبيديها الايس كريم بالنكهه المفضله بتاعتها، وبيبان عليها انها متضايقه فبيحط في وشها الايس كريم وبتفضل تجري وراه علشان تنتقم منه. وبيكونوا قاعدين وفجاه بتساله هو انا وحشتك، بس هو بيكون عجل وبيقول لها توحشيني ليه ما انا بشوفك في اي وقت. فبتقول له هو انا مطعمك المفضل بتروحه في الوقت اللي تحبه؟ فبيقول لها حاشا، ده انا مطعمك المفضل اللي تزوريه وقت ما تحبي. وبيشدها علشان يمشوا فبتطير في حضنه ومشاعرهم بتبان على وشوشهم، بس هو بيقلب الموضوع وبيهزر معاها علشان ما يتحرجوش، وبيفضلوا يجروا سوا. وبيروح جوزيف بيلاقي ان سونج رجعت التصاميم اللي كانت واخداها كلها ما عدا قطعه واحده، فبيعرف انها لئيمه. وبتقابل جيون المبتسم وبيفضل يعبر لها عن اعجابه بيها، بس هي بترفضه لانه اصغر منها في السن، وبتهدده انه لو ضايقها تاني هتبلغ عنه الشرطه. وبتكون جيون في الموقع اللي هيتعمل فيه العرض وبترتب كل ركن فيه على اجمل وجه، وبتكون خلصت وبتلاقي نام وراها بيطلب منها انها تديله فرصه تانيه يثبت لها حبه، وانها انسب واحده يرتبط بيها، وانه هيعمل علشانها المستحيل. بس هي بترفضه بحجة انه المدير التنفيذي للشركة اللي هم داخلين ينافسوا علشان ياخدوا شغلها، وهي مش عايزة حد يقول انهم كسبوا بالواسطة. وهو خارج بيشوف مين اللي بيكون رايح لها، وبيفضلوا يبصوا لبعض وبيضحكوا، وبيعرفها ان هو راح لها لانه متأكد من انها تعبانة ومحتاجة صديق جنبها. وبيقول لها لو تسمحي لي اتكلم معاكي بصدق شوية، وان احنا لازم نبطل نكون اصحاب. ولسه بيكمل كلامه وبيبص عليها فبيلاقيها نامت. وتاني يوم الدنيا بتشتي والايفنت بتاعها بيبوظ، وكلهم بيكونوا متشائمين ووصلوا لمرحلة اليأس، بس اوي بتشجعهم وانهم مش لازم يستسلموا. وبيروح الحفل اهم الشخصيات والبلوجر، وبتكون سونج بسبب انها ما تبعتلهاش دعوة بيرفض انهم يدخلوها. فبيشوفها جوزيف وبتحاول تداري نفسها منه بسبب اللي هي عملته معاه، بس هو بيطلع اجدع منها وبيطلب منها ان هو يدخلها العرض. وبيروح ينده عليها وهي بتكون واقفة زي الارنب الحزين. وبيدخل الحضور القاعة بيلاقوا ان الديكورات رخيصة جدا وان القاعة اقل ما تكون، وبتلقي جيون عليهم كلمة وانهم بسبب المطر اضطروا انهم يعملوا العرض في القاعة المغلقة بديكورات بسيطة جدا. وبمساعدة وان مين اللي بيكون واقف على الدي جي وسيون وصديقة ليها بينجح العرض، والكل بيفضل يرقص ويغني وبيصوروا نفسهم وبيعملوا ستوريهات على الانستجرام، والعرض بينجح نجاح ساحق والكل بيكون مبهور بيه وبيسمع في كوريا كلها. وهم خارجين بتلاقي العصابة واقفين بيضحكوا، فبتجري عليهم تشكرهم لان لولاهم ما كانتش نجحت، وبتشكرهم اوي كمان وبتشوف الكرافتة بتاعته بايظة فبتظبطها له، وهو وقتها بتكون دقات قلبه بتجري على صدره. وبيجي نام وبيكونوا رايحين يحتفلوا معاه بنجاح العرض، بس وان مين بيغير عليها وبيروح يشدها من ايدها وبيجروا، واصحابها بيفرحوا وبيجروا وراهم. اختطاف حلو قوي، وبيفضلوا يحتفلوا سوا ويغنوا تحت المطر وبيكونوا اخر رواق. وتاني يوم بيكون في مؤتمر صحفي وبيكون وان مين بيصور نام، وبيسأله انت ليه بتقابل جيون على الرغم من انكم انفصلتوا؟ فبيرد عليه الرد القاتل انه كان عايز يعرف هي زيها زي البنات اللي ارتبط بيهم ولا لا، وانه معجبة بيه علشان فلوسه ولا معجبة بيه عشان شخصه. فبيكتشف انها مش زي اي بنت وانه قرر يكمل معاها حياته، فبينصحه انه يعتذر لها الاول علشان يقدر يوصل لقلبها. وبيكون في مصمم ازياء مهم جدا جاي من باريس، وان بتختار شركتهم علشان يستضيفوه ويهتموا بيه، وبتعرفها انه لما بيتضايق ممكن يعمل تصرفات مش طبيعية، وان سبب زيارته لكوريا انه عايز يشتري بدلة. وبيروح علشان يستقبلوه في المطار، واول ما بيشوف اوي لابسة فوشيا بيمسك في ايد جيون وبيجري، وده لانه بيصاب بالهلع اول ما بيشوف اللون الفوشيا. وبيكون وان مين بيشتغل على مشروعه الجديد وبيصور جمال الشوارع والاماكن الاثريه والقطورات والناس،
وتاني يوم بتروح الصبح يونجي وبتصحي وبتطلب منه انه يكون السواق بتاعها لمدة كام يوم، فبيكون مش راضي بس هي بتاخده غصب واقتدار وبيروح معاها. وبيروحوا مع هاري لمحطة القطر وبيفضل واقف يبص لخطوط السير بطريقة مش طبيعية، وفجأة بيقول لهم انه عرف هو عايز يروح فين، وهو بيمشي بطريقة مايسة خالص. وبيروح يستنى القطر، وأول ما بيوصل بيفضل يبص عليه وعلى الصورة اللي في إيده، وبيكون بيدور على الشخص ده. وبعد لما القطر بيمشي بيجري وراه، وفي آخر اليوم بيطلب منهم يروحوا يتعشوا مكانه لأنه حابب يقضي وقت هادي مع نفسه. وبيروحوا المطعم وبيفضلوا يصوروا في الأكل، وبيكون حاجة بنت ناس قوي، وبيكونوا مستمتعين أكتر لأنهم سوا. وبيسألها لو هي لسه بتحب نام أو ممكن ترجع له تاني، فبتعرفه إنها ما حاولتش إنها تعرفه كويس، وكمان ما درستش شخصيته حلو، وإنها ممكن تديله فرصة تانية ووقتها وشه بيتغير. وبتطلب منه إنه يكون جنبها ويدافع عنها لو طلع أخلاقه سيئة، بس هو بيحاول يتهرب وبيقولها إشمعنى أنا، سيون أحسن مني في الخناقات. وبيكونوا بيكلموا كلام عن سيون وضحكهم وصل لآخر الشارع، فبيلاقي نام بينده على جيون وبيطلب منها يتكلموا سوا، وبتوافق وبتطلب من وان مين إنه يروح هو، بس هو لما بيرفض بحجة إنه هيوصلها للبيت علشان هي في مكان بعيد، نام بيقوله لأ أنا هوصلها ما تقلقش. وبينده عليها بعد ما بتمشي وبيطلب إنها ما تتأخرش وتروح بدري، وبيعتذر منها لأنه انفصل عنها، بس بيعرفها إنه كان لازم يعمل كده علشان يعرف إذا كانت بتحبه لشخصه ولا عايزة منه حاجة تانية لأنه غني جدا. فبيقول لها أنا بحبك جدا وإنت لازم تديني فرصة تانية نبدأ من جديد. وبيكون وان مين قاعد يفكر في كلامه ومش طايق نفسه. وتاني يوم بيروح هاري لمحطة قطر قديمة، وبيفضل يفتكر ذكرياته مع صديقه هناك، وبتتكلم مع أوي في إنه احتمال بيدور على أمه، فإنها لازم تساعده يلاقيها، بس هي بتعرفها إنه مش بيدور على أمه وإنه بيدور على صديق عمره، وإنه بيكون ترزي. وبتروح له هي وون مين وبيطلبوا منه يفصل لهم بدلة، وبتسأله عن هاري فبيتهرب منها، وبتروح تدي لهاري المجلة وبتعرفه إن المحل هيقفل قريب، فبيروح بسرعة لصاحبه واللي بيفضلوا يبصوا لبعض كأنهم أغراب، حتى إنه بياخد مقاساته كزبون عادي. وبيطلب منه هاري لما يخلصها يبعتها على الفندق، بس هو بيرفض وبيعرفه إنه لازم يزوره تاني. وبيكون يوم عرض إطلاق مجموعة جوزيف الجديدة وبيحضر هاري العرض، وأول ما بيشوف الشنطة بتاعته بيخطفها وبيعرفه إنها أصبحت بتاعته خلاص، وبيفضل يقدمها بنفسه ويعرف جوزيف على الناس، ودي بتكون بداية نجاح جوزيف. ووان مين بيقابل أن وبيديها صور الشوارع بتاعته علشان يدخل بيها المسابقة، وبتكون نام مع جيون وبيطلب منها إنها تديله فرصة تانية في نفس الوقت اللي بيكون وان مين بيتشيك علشان يقابل جيون، وبيكون مزيد لها المكان ومخليه رومانسي قوي، وبيطلب منها إنهم يرجعوا سوا وإنه دايما شايفها حبيبته، بس هي بتبكي لأنها بتكون وافقت تدي النام فرصة تانية لعلاقتهم، وبتزعق معاه وبتقطع كل صلتها بيه وبتمشي لأنها وقتها ما بتكونش عارفة تتصرف ازاي. وتاني يوم بيفضل وان مين يفرغ غضبه في اللعب، وبتكون معاه سيون علشان تواسيه، وبيحاول انه يعمل نفسه جامد ومش فارق معاه، وبيفضل يغني ولا كأنه اترفض من حب عمره، بس بتيجي لحظة ما بيقدرش فيها يقاوم مشاعره وبيتكلم مع سيون انه هيحاول تاني انه يكسب قلبها وانه مستحيل يسيبها لغيره. وبيفاجئ نام جيون وبيجيب لها هيلز تحفة، وبيكون موجود منه قطعتين بس في العالم، وبتكون مش فرحانة خالص بيه لدرجة انها بتخلعه وبتلبس الشوز بتاعتها، وبتفتح رقم من وبتكون عايزة تكلمه بس بترجع في كلامها. وبيخرج مع المبتسم وبيطلب منه انه يعيش معاه فترة صغيرة كده على بال ما يظبط اموره، وبيكون في الاول رافض بس بيصعب عليه وبيوافق. وبيكون عيد ميلاد والدة جوزيف وبيكونوا قاعدين بالهم رايق، واول ما بيدخل وان مين بيبان على وشهم التوتر، ولما الوالدة بتسأل مالهم بيعرفها انه عرض عليها يخرجوا سوا بس هي رفضت، فبتتحرج منه جيون وبتعرفه انها كانت غلطانة لما طلبت منه انهم ينهوا صداقتهم وياريت انهم يرجعوا اصحاب تاني، فبيوافق في ثانية. وتاني يوم بتوري لها أوي المنتج التسويقي الجديد، وبتعرفها ان موجود منه قطعتين بس وانها لازم تحافظ عليها، وبتروح المطار تستقبل المصممة ليه والمساعدة بتاعتها، وبيكونوا بيتعاملوا معاها بشكل رخم جدا، وبيكون وان مين معاها علشان يساعدها، واول ما ليه بتشوفه بتعجب بيه وبياخد عقلها، وبتفضل تهزر معاه طول الطريق. وفي موقع التصوير بيتغير طريقة تعاملها مع جيون كليا، وبتفضل تشكر فيها واي حاجة بتعملها بتعجبها، وبتفضل تتقرب من جيون وتسألها عن وان مين وهو مرتبط ولا لأ، وبكده بنفهم هي بتعاملها بلطف ليه، وبتشكره وبتقوله لو وجودك النهارده كان زماننا بنعيش أصعب يوم. وكالعادة بياخدها صورة التخفيلة بتاعتها، وبيكون نام عامل لها مفاجأة وبيعزم أنا على العشاء معاهم
لأنه هو عارف هي قد إيه معجبة بآن. ووقت خروجهم بيكون الجو برد فبتخلع الشال بتاعها وبتديهولها، وآن بتحس من ناحيتها بالدفء وبتغير معاملتها معاها، وبتروح تواسي وان مين لأن الصور بتاعته ما اتنشرتش في المجلة وإنه لازم يصبر، وبيعرض عليها يروحها البيت. وهناك بيفتكر ذكرياتهم سوا وإنهم كانوا مبسوطين جدا مع بعض. وبتتخانق سونج مع واي لأن البلوجر اللي معاها مرضتش تروج للشنطة. في الوقت نفسه بيتصل بيها وان مين وبيعرفها إنها نست الشنطة معاه وإنها لو محتاجها هتجيبها لها لأنه خارج بره البلد، فبتقوله إنها مش مهمة وهتبقى تاخدها منه في أي وقت تاني. وبيروح يقابل جيون وبيسألها هي تعرف وان مين ولا لأ، وهل هي بتحبه، فبتكون مستغربة من سؤاله. فبيوريها ألبوم الصور اللي بيكون فيه كل صورة ومكتوب جنبها الذكرى الخاصة بيها. وهنا بقى القلب بيكون ليه أحكام تانية، وبيجيلها اتصال من أوي بتطلب منها إنها تاخد الشنطة وتروح على المطار فورا، وده لأن الصحافة هناك مع البلوجر المشهورة ووافقت إنها تروج للمنتج. وبتتصل بوان مين وبتطلب منه يتقابلوا بسرعة في المطار وإنه يسوق على أقصى سرعة. وبتوصل المطار وبتلاقي إن الصحافة في انتظار البلوجر، وبتيجي وبيكون هو لسه ما وصلش، وبيروح عليها ترويج المنتج. ووقتها بتحس بالفشل جدا وبتكون محطمة. بس أوي بتتصل بيها وبتهنيها إن أنا اتصورت بالشال بتاعها وحطيته عندها على الانستجرام، وعمل ضجة كبيرة جدا والمبيعات أصبحت عالية عليه. وفي الوقت ده بيجي وان مين وبتزعله لأن دايما متأخر، وإنها زهقت إنها بتمثل دايما إنها مبسوطة وراضية رغم إنها بتحارب من جواها. فبيحاول يهديها بس هي بتزعقله لأنه بينفذ كل طلباتها حتى لو كانت غبية. في الوقت ده بينفعل عليها وبيعرفها إنه علشان كده لازم يرجع حبيبها لأنه عايز يلحق اللي فاته ويكون معاها، وإنه هيحاول يتقرب منها بأقصى سرعة عنده. وبيسألها هو انتي بتحبي نام؟ فبتجاوب إنها عايزة تخوض معاه تجربة وتحاول تحبه. فبيقول لها أنا عارف إن مشاعري تجاهك مخلياكي متلخبطة، بس أنا مش قادر إني محبكيش أو حتى أبعد عنك. فبتتفاجئ إنه اتغير وبقى بيعبر عن مشاعره، وده اللي كان نفسها يعمله معاها من زمان. والاتنين بيفضلوا يفكروا في بعض وهم زعلانين. وسيون بتقابل آن وبتعرفها إنها مش هتشارك في الحفل التاريخي، وده لأن العارضات تم اختيارهم واسمها مش موجود معاهم. بس آن بتقول لها انت لازم تشاركي في العرض ده لأن بوجودك هيكون لي معنى أكتر. وجوزيف بيكون بيجرب التصاميم الجديدة على إستر، وده لأنها ملهمته. وبياخد جوزيف وان مين وبيروحوا لحانة قديمة كانوا دايما بيروحوها وهم صغيرين. وأول ما بيدخلوا بيفتكروا ذكرياتهم سوا وقد إيه كان بالهم رايق ومفيش حاجة في دماغهم، وكل واحد فيهم كان بيتمنى وقتها يكون شخص ناجح في المستقبل. وبيسأله جوزيف انت هتسيب جيون تضيع منك ومش هتعمل حاجة؟ وجيون بتكون متضايقة جدا لأن الرؤساء استبعدوا سيون من العرض، وبتفضل تتخانق مع أوي لأنها لازم تقنعهم تشارك في العرض. وبيروح لها نام وبيديلها وجبات خفيفة، وده لأنها مشغولة في العرض مش مهتمة بنفسها. بس سيون بتكون سبقته وبتتفاجئ بوجودها، وبتعرفها إنها موجودة علشان تعرف إذا كان اسمها في قائمة العرض ولا اتشال. وبتكون جيون زعلانة جدا علشانها وبتحاول إنها تواسيها. ونام بيطلب منها إنه يعزمها هي وباقي العصابة ويتعرف عليهم، فبتوافق وبتتفق معاه يبعت لها الميعاد والعنوان. وبتنصح يونجين انها ما تتعاملش معاه غصب عنها لانها متاكده من ان هي بتحب وان مين. وبيروح وان مين يعزم جيون على اكله هي مش تحبها، بس بيقنعها انها تدوقها وان التجربه مش هتخسرها حاجه، وفعلا بتسمع كلامه. فبيطلب منها انها لو اتاكدت من انها بتحبه تروح له فورا. وبيكون الكل مشغول في ترتيب العرض، وبتعرف أوي ان الاداره طلبوا سيون تشارك في العرض، وبتطلب من جيون انها تلاقيها وتجيبها للعرض فورا. بس لما بتتصل بيها بتلاقي ان موبايلها مقفول، وبتبعت لها رسالة تقول لها تحضر للعرض وانها مسألة حياة او موت. وبيبدأ العرض وكل البلوجر والموديلز بيبدأوا يظهروا واحدة واحدة على الريد كاربت، وبتكون جيون حاطة ايديها على قلبها لحد ما بتلاقي سيون داخلة متأنقة بفستان من تصميم شخصية مشهورة، وبتخطف الأنظار بجمالها وذكائها. وبيجتمعوا المديرين تاني يوم وبيشوفوا ان حضور سيون أضاف للنجاح للعرض، وده بسبب ذكائها في استخدامها فستان أثري من 5 سنين. وبتروح جيون تقابل نام وبتعتذر له انها مش هتقدر تكمل معاه حياتها، وكمان بترجع له الهيلز وبتقوله مش هي سندريلا اللي تستاهله. وهو بيكون قلبه مكسور ومش عارف يقنعها تكمل معاه. وبيروح لها جوزيف بياخدها يوديها الحانة القديمة، وبتكون مليانة بصورها، وتحت كل صورة بيكون سايب لها كلمة حب. فبتفتكر لما كانت بتسأله هو أنا مش بوحشك خالص، فبيقول لها انت دايما قدامي ازاي هتوحشيني، وانه مش مهم انها مرتبطة او لا، المهم انه هيفضل يسعى لحد ما يفوز بيها تاني، وانها لما تتأكد من مشاعرها ليه تجري عليه فورا. وبيعرفها جوزيف انه راح لبيتها علشان يديها الدعوة، فبتاخد الطريق كله جري وهي بتبكي.
وبتلاقي قدامها وبيقول لها النهارده آخر يوم في المعرض بتاعي، تيجي معايا نتفرج عليه. فبتعرفه إنها شافته وإنه أكتر من رائع، وبيعتذر لها إنه مقدرش يقدم لها الطمأنينة طول فترة ارتباطهم، وإن الصور دي بالنسبة ليه كانت أكتر الأوقات اللي حس فيها بحبها، وبيطلب منها إنها تديله فرصة تانية يعملوا ذكريات جديدة. فوقتها بتوافق وبيتصالحوا، وتاني يوم بيكونوا خارجين سوا وبيكونوا بيلعبوا وبيهزروا كأنهم أطفال، وما صدقوا رجعوا لبعض تاني، وبيكونوا بيتكلموا عنهم وإنهم تعبوا من التظاهر وإنهم راضيين على انفصالهم على الرغم من إنهم مشتاقين لبعض قوي. وبيقترحوا عليهم يروحوا هما الأربعة في رحلة تخيم وشوي، بس جوزيف بيعترض لأنه بيخاف من الحشرات وما يقدرش إنه ينام في البرد. وبيجي في الوقت ده جانجا حبيب سيون وبيسألوه عن رأيه، فبيقول لهم لو سيون موافقة أنا طبعا موافق. وبيفضلوا يتسابقوا وهم مستمتعين بوقتهم، والقابل الرايق بيكونوا قاعدين وبيشكروا بعض لأنها فضلت مستنية الوقت الطويل ده، وهو علشان صراحة بمشاعره واطمنت من ناحيته. وبيكون في اجتماع على منتج جديد ومصنوع من إعادة تدوير القمامة، والكل بيكون مستغرب ازاي ده بيحصل. فبتدخل عليهم جيون وبيبان عليهم الزعل وقتها، وبتاخدها قوي وبيتكلموا على انفراد، وبتفضل تواسيها لأن الشائعات انتشر فيها خبر انفصالها عن نام الوسيم الغني وارتباطها بالمصور المبتدئ. فبتحاول إنها تفهمها إنها غلطانة، بس قوي بتكون متأثرة جدا وبتديها أسبوع أجازة وكمان مكافأة علشان تروح تريح أعصابها. وبتصرحها بإنها بتحب المصور المبتدئ، بس قوي بتكون شايفة إنها بتصبر نفسها وخلاص. وبيجي إيميل لجوزيف من هاري وبيعرفوا إن اختاروا يكون مصمم إبداعي في باريس، وبيتصدم من الخبر وبيروحوا أصحابه علشان يهنوه، وبيفضلوا يهنوه لأنه أول مصمم كوري ياخد اللقب ده. بس هو بيكون زعلان منهم لأنهم فرحانين إنه هيمشي ويسيبهم، وإنه كده مش هيكون معاهم تاني، وإنه كمان هيضطر إنه يتخلى عن الماركة الخاصة بيه. وبيبكي بشدة، بس هما بيحاولوا يهدوه. وبيقرر جوزيف إنه يرفض عرض هاري وبيكون زعلان لأنها فرصة مش هتتعوض تاني. والقابل الرايق بيروحوا المخيم لوحدهم لأن العصابة عايزين يوجبوا معاهم ويخلوهم يعوضوا اللي فاتهم، وبيفضلوا يرقصوا ويغنوا طول الليل، وبيفتكروا زمان لما كانوا بينفصلوا وأصحابهم بيقنعهم إنهم يفضلوا أصحاب، ووقتها بيسلموا على بعض. وعلشان كل واحد ما يتفضحش قدام التاني فضلت جيون تضحك لأنها فرحانة إنهم فضلوا أصحاب وهتقدر تشوفه وتتكلم معاه في أي وقت، في حين إن هو كان دايس على أسنانه علشان محدش يسمع دقات قلبه من الفرحة إنهم هيفضلوا أصحاب ومش هيبعدوا عن بعض. وتاني يوم بتصحى على تليفون أوي اللي بتعرفها إنها مش لاقية شنطة إعادة التدوير وإن الشركة هتقضيهم بمبالغ ضخمة، وبيروحوا يدوروا عليها في موقع التصوير، والعاملة بتقولهم إنها رمتها في الزبالة. فبيتجننوا، وبتحكي لهم سيون إنها وافقت على عرض حبيبها السابق وإنها ترجع لمجدها. ويروحوا يتغدوا سوا، وبتروح مساعدة جوزيف تعرفوا إن هاري قبل عرضه وإنه يفضل يشتغل في كوريا ويحافظ على اسم الماركة بتاعته. ووقتها بيفرحوا وهو بيفضل يتنطط من الفرحة، وبيعزم كل الناس اللي موجودة في المطعم على حسابه الشخصي. وبعد فترة بيكون حابس نفسه وبيعمل التصاميم الجديدة، وبيكونوا بيحاولوا يقابلوه بس والدته مش بترضى، لحد ما بيلاقوه طالع بتصميم جديد لشنطة ايد على هيئة سماعات. وفي الشركة بيكونوا بياخدوا التعليمات عن العرض الجديد اللي هيتعمل وانه اهم حدث هيتعمل في كوريا. وجوزيف بيكون خلص 80% من الديزاين بتاعته، وبيكون باقيله القطعة الأخيرة واللي لازم تكون مميزة لأنه هيتقفل بها العرض. وبيعرفها ورمين إنه هيسافر برا البلد علشان يثبت نفسه وموهبته، وإنه لازم يوصل فكره وإبداعه للناس، وهي بتكون مبسوطة جدا بيه. وبيتصل بالمبتسم وبيروح له بسرعة، وبيعرف منه إن تم اختياره عرض أزياء أساسي أخيرا، وإنه هيخليه المصور الخاص بيه، وإنهم هيتشهروا سوا. بس بيعرفوا إنه هو مسافر وإنه مش هيقدر يكون معاه. وفي الوقت ده بيعرفوا على حبيبته، وبيكون مكسوف جدا من جيون واللي بيعرف منها إنها ارتبطت بوان مين، وبتديلهم دعوة لحضور عرض الأزياء، وبتقوله عاملها كويس وكون مخلص ليها وإلا انت عارف إيه اللي هيحصل. وبيكونوا بيتكلموا وبتقوله أنا دايما هكون في ظهرك وهدعمك طالما انت بتحاول ان انت تسعى لتحقيق أحلامك، وانا كده كده ست مشغولة طول الوقت، فده كويس لأني مش هعرف اهتم بيه. بس هي بتكون بتضحك عليه وبتجري تحضنه وبتقوله انت لازم تكلمني كل ثانية وانت هناك فيديو. وبيقول لها ايه بقى، هو انا وحشتك من دلوقتي ولا ايه؟ فبتتنطط وتقوله خدني معاك في جيبك الصغير، وهو بيموت من الضحك. سيون بتكون في سيشن جديد والمصور بيفضل يهزق في العارضات اللي معاها وانهم ما ينفعوش عارضات وشوية كلام صعب كده، فبتتضايق منه وبتهزقه وبتقوله وانت تبقى ايه بقى غير انك لسانك عايز قطعه.
وبيكون بيهزقها وبيجي حبيبها يكب في وشه القهوة وبيعرفها إن مدير أعمالها وبيصور لها فيلم عن حياتها وإن كل اللي اتصدر منه متصور صوت وصورة. فبيكون زي الأرنب المبلول وبيفضل يعتذر لها. وبيكون جوزيف عنده لقاء صحفي بس من توتره مش بيقدر يروح، وبيروح مكانه هيري اللي بيكون شايف إن نسخة منه وهيكون مبدع زيه بالظبط. وبيروحوا أصحابه يساندوه يقفوا جنبه ويدوله طاقة وثقة في نفسه وإنه هيعمل أحسن حاجة. وبيجي أخيرا يوم العرض وبيكون الكل مشغول ومتوتر فوق الطبيعي، وبيتأخر زي سيون الرسمي وبيكون مرعوب ومش عارف يتصرف. فمش بيلاقي قدامه حل غير انه وان مين يقدم افتتاحية العرض بالشنطة اللي على شكل سماعات. وبيكون جوزيف حاطط تسجيلات صوتية ليهم بانهم نفسهم يكونوا ايه في المستقبل. ووان مين بيكون بياخد العقل بمشيته على الستيج وبيبدأ انه يشغل الريكورد بتاعهم، وكل واحد فيهم بيكون فعلا وصل لحلمه. وبعدها بيبدأ العرض مع قطع نادرة جدا وتحف فنية ماشية على الريد كاربت، والكل بيكونوا مبهورين بتصاميمه. وبتظهر سيون بإطلالة الأميرات وبتكون مميزة جدا، وجوزيف بيكون ملك زمانه ومبدع كالعادة، وبيفضل يقدم في العارضات بتاعته بأسلوب راقي جدا. وبيروحوا يحتفلوا بنجاحهم، وبتقابل جيون رئيسة أكبر شركة أزياء في كوريا وبتعرض عليها تشتغل معاهم وبتديها الرقم بتاعها علشان تفكر في عرضها وترد عليها. وبيفضلوا يحتفلوا لحد الصبح، وبتيجي والدة جوزيف بالباص علشان تروحهم لبيوتهم، والناس كلها بيتكلموا عن النجاح اللي وصلوا له وإنهم أفضل مصممين أزياء في كوريا. وبتعرف وان مين بالعرض اللي جالها، بس هي بتكون مبسوطة في الشركة بتاعتها وخصوصا إنها ما تقدرش تتخلى عن أواي. فبيعبر لها عن مدى سعادته بنجاحها وإنه فخور بيها، وبتتنمر عليه وبيفضلوا يجروا ورا بعض. وبيتقابل الأربع أصدقاء وكل واحد فيهم بيقولها يعمل إيه في المستقبل، ما عدا هي اللي بيفضل موبايلها يرن وبتبوظ بهجتهم. فبيمشوا وبيسيبوها وهي بتجري وراهم. وبيخلص المسلسل المبهج، وأتمنى إنه يعجبكم. وما تنسوش لايك وشير كتير واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات علشان نكبر سوا.